عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني اكيد طبعا وحشتوني. بقالي كتير قوي قوي ما صورتش، فالنهارده راجعه لكم بفيديو نوعا ما حلو انتوا بتحبوه. الا وهو ايه بقى؟ اخيرا لقيت لكم منتج كويس هتقدروا تجيبوه من فتح الله، تعملوه في البيت علشان ما تفضلوش تلفوا فين وتسالوني طب في توصيل طب في ايه ومش عارف ايه. لا خلاص، المنتج ده اسمه بابلز، لقيته في فتح الله بالصدفه، قلت الله انا هجيبه هجربه. فهو بيتعمل زيه زي اي صابون معلب، بتاخدي كده الكيس وتعمليه. كان في بهجة وكان في ده، فانا قلت لا، بهجة انا سمعت عنه ان هو مش حلو، فقلت اجيب اللي هو بابلز. فجبته. سعره كام؟ سعره كان 30 جنيه ومن فتح الله. هنا بقى لما فتحت الكيس، هنا في الكيس البودر اللي هو كان بالنسبة لي كان في حاجة كده شبه الاريال، حاجة زي كده. وطبعا هو كان بريحة الليمون الاخضر او التفاح، والله ما فاكرة. وكان شكل المعجون كان سائل كده، ما كانش معجون زي ما انا واخدة على هاي لوكس وكده، بس هو تقريبا بالتفاح تقريبا يعني. هو محطوط كده في كيس عامل شبه كيس اللبن، حاجه زي كده، ومقفول كده. فاكرين اللي هو ايه لما تبقي رابطه الحاجه وبعد كده ماسكه الرابطه دي ما قصيتهاش تقومي تانياها كده على تحت ومقفله؟ هو حرفيا كان عامل كده. حتى في المقطع الجاي هوريهولكوا. هنا ما كانش عندي حاجه تانية بلاستيك ان انا اعملها للاسف، فقلت خلاص انا هعمله في الحله دي وامري لله. اول حاجه طبعا بنعملها ان احنا هنا كنت طبعا فتحته زي ما قلت لكم، كانت الحته اللي فوق دي كانت مدنيه. حطيت البودر، واهم حاجه اهم حاجه لما تحطي البودر على الجل تقلبي كويس جدا. دي اهم خطوه، اهم خطوه اهم خطوه. انما لو حطيتي ده على ده وما قلبتيش كويس وبعد كده حطيتي الميه، مش هتاخدي نتيجه حلوه خالص من الصابون. اهم حاجه تكوني مدوبه الاتنين دول في بعض، وهتلاقي كده حاجه كده عامله شبه الملح شبه الاريال مش عارفه، فلازم تدوب. تقلبي لك كده شويه حلوين. انا طبعا هنا مسرعه الفيديو. بعد كده تنزلي بالميه. هو بياخد المفروض 8 لتر ميه، بس هو لا، مش عايز 8 لتر، عايز اقل من كده. فانا بحطيت، انا حسيت والله بكده، فحطيت اقل من 8 لتر بكتير. فقلت طلع تخين ازوده ميه. هنا كنت بقول لكم ان انا هزود شويه ميه كمان، طلع تخين هزود ميه. طلع نوعا ما حلو وقوامه كويس، خلاص كده مش هزود ميه تاني. هنا كنت بقى فضلت اقلب كده علشان برضو يدوب اكتر، وتسيبيه بقى ساعتين 3 4 زي ما انت عايزه. وبعد كده تعبيه في اسمه ايه، ازايز. هنا بقى كان مر اكتر من 3 ساعات، واللي حسبته لقيته هو القوام بتاعه كده حلو قوي. يعني دول ما اعتقدش ان هما 8 لتر، اكيد اقل. ممكن يكون 6 كده يعني. فاللي هو برضو حلو كويس. فهو لونه حلو وريحته حلوه. حتى السائل اللي كان محطوط معاه ريحته مش ما فيهاش زي كيماوي كده، لا ريحته حلوه. فده كده شكله. هنا بقى كنت عبيته في ازايز، فهو ملا ازازتين، كل ازازه فيهم 2 لتر. وملا طبعا الازازه دي تقريبا 700 ملي لتر حاجه زي كده. واتبقى شويه كده صغننين في الكوز ده مطرح ما كنت بعبي بيه. وهو كويس، سعره كويس، الكميه كويسه. ورغوته الامانه حلوه يعني. رغوته تحفه بصراحه. انا كنت مصوره لكم مقطع وانا برغي بس اتمسح، فمش مشكله. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.